خرجوا في الأول تجميس الماستر عاشت الجزائر حرة أبية. ألف رحمة ونور تنزل على كل موتانا وموتى المسلمين. سعيدة جدا أن اليوم نلتقي هذا الجمع الجميل من فنانين وفنانات وأسرة إعلامية وجمهور كريم وأطفال أيضا في بهو المسرح الجهوي عبد الملك بوقرموح في قاعة الفنانة الراحلة نورية قصدلي. اليوم نحتفل باليوم الوطني للفنان، عيد الفنان. كفنانة سعيدة جدا وفي نفس الوقت حزينة جدا أننا نحتفل بهذا اليوم وقد فقدنا مؤخرا زميلين عزيزين وفنانين عزيزين علينا اللي هما الراحل كمال زرارة والفنان الكبير أسد الأغنية الشعبية عبد المجيد مسكود. أيضا الخشبة فقدت وما زالت تفقد وما زالت تبكي فرسانها. نعرف أننا نحتفل بهذا اليوم الوطني للفنان، عيدنا كفنانين، في ذكرى استشهاد علي معاشي، في ذكرى أيضا اللي قليل شكون يذكرها وفاة الفنانة جميلة السينما والمسرح والدراما السيدة ياسمينة ربي يرحمها. المسرح أكيد وفي، والخشبة خاصة وفية لفرسانها، وفية لمناضليها، وفية لتضحيات مبدعيها. اليوم الحمد لله رانا هنا واقفين أمامكم باش نحتفلوا بهذا العيد، باش نكرموا أسماء وقفت وأعطت لخشبة مسرح ملك بوقرموح الكثير وما زالت تعطي وتضحي من أجل أن يبقى المسرح رسالة سامية تجمعنا وتدوم بيننا وبين السلام. كما نعرف أن المسرح والفن لا يعرف الحدود ولا يعرف اللغات. نحتفل اليوم بذكرى الفنان خلفاوي بحضور عائلته اللي نحييها. أنا شخصيا سمعت عليه جميل الكلام من الزملاء هنا في المسرح، والزملاء في المسرح هنا يعني للتاريخ باش ما نكذبش، الزملاء في المسرح هما اللي اقترحوا أننا نكرموا السيد خلفاوي. والحمد لله طبعا سمعت عليه شحال خدم للمسرح واش قدم للمسرح، فنان شامل بمعنى الكلمة. المسرح أيضا اليوم يكرم في حياتهم فنانين مازالوا شباب، منا من مسرح بجاية ساعو نسيم وخيمة ياسين. وأنا كفنانة سعيدة جدا، نتمنى كفنانة أني نمد أكثر، أني نقدم أكثر، ولكن احنا نمدوا واش نقدروا بمساعدتكم. طبعا احنا ما نتكلوش على السلطات وما نتكلوش على الوصاية وما نتكلوش، أنا راني في جهاد مرير معاهم يعني للتاريخ. احنا نتكلوا على انفسنا، ومن يوم يومه المسرح يتكل على نفسه، من يوم يومه المسرح رسالة حرة تخوف المسرح يخوف. على هذا نصيب أنه غالبا ما يعني يتحارب. الحمد لله المسرح ومن خلال فرقة جبهة التحرير الوطني اللي جابت العالم وحملت رسالة الثورة الجزائرية وكان فيها أسماء كبيرة، طه العامري، رابية، فنانين كبار، أحمد وهبي ربي يرحمه، اللي ماتوا ربي يرحمهم واللي راهم عايشين ربي يطول في عمرهم، نورية، فريدة صابونجي وغيره. والخشبة مدت شهداء كيقولوا شهداء، لأنه أحيانا والله سامحوني أحيانا نستهينوا شوية بدور الفنان ونحقروا الفنان. شكون هذا الفنان؟ واش مد الفنان للجزائر؟ لا مد الفنان للجزائر. ذكرى برك كي نقولوا علي معاشي نقولوا شهيد الثورة، كي نقولوا توري أيضا تعذب أثناء الثورة، كي نقولوا علولة أسد الخشبة اغتيل لأنه كان يقول الكلمة الحرة، وكذلك متجوبي وغيرهم يعني. وما زلنا نتحاربوا، ورغم ذلك ما زال المسرح فاتح أبوابه، ما زال المسرح يقول كلمته الحرة. وهذا هو الفرق بين المسرح الجاد وبين المتطفلين المتسلقين على المسرح وعلى الفن ورسالة الفن. مرحبا بالجميع، رحب طبعا بالحضور كلهم بجميل اسمه ورفعة مقامه. رحب بالسيدة حسينة عتواتي بالنيابة عن مديرية الثقافة والفنون، السيدة ليندا بالنيابة عن مؤسسة صناعة الغد
المؤسسه اللي راهي تسعى باش في كل المجالات انها تنهض بكل المجالات اللي يرأسها الوزير السابق الخبير الاقتصادي الاستاذ بشير مصيطفه. نرحب بالاسره المجاهدين اللي راهي حاضره معنا، الاسره الاعلاميه، كل بجميل اسمه ورفعه مقامه. اهلا وسهلا معكم. اليوم البشرى رايحين ان شاء الله، هذه كنا تكلمنا عليها، هذه الفنانين التشكيليين عمي رشيده وهنا. اليوم ان شاء الله رايحين نفتتحوا الرواق الخاص بالفنون التشكيليه واللي رايحين نسموه على بركه الله باسم طارق خلفاوي. طارق خلفاوي. ان شاء الله درك نروحوا نفتتحوا ندشنوا. اللي حبوا يجوا يرافقونا اهلا وسهلا، رفقه الاسره تاعو مرحبا بكم. احتفالنا متواصل. رايحه صابرينا تقول سيلينا، عندي مشكل مع الاسامي سامحوني، رايحه سيلينا تقول لكم على البرنامج ان شاء الله. مرحبا بكم مره اخرى. عيد الفنان هو عيدكم، الفنان ابن مجتمعه يتاثر به ويؤثر فيه. اهلا وسهلا ومرحبا. سامحوني ما وجدتش الكلمه. C'est la journée de l'artiste. À remercier madame la directrice, Chiti Mixon, Tarek Khelfaoui. Tarek Khelfaoui, un grand artiste qui a travaillé des années au théâtre. Dans tout art confondu. Dans la peinture, le dessin, un comédien, les œuvres ici, où ça, on est chadon, et bien avec l'éponge, et voilà, on a organisé ça à l'occasion de la journée de l'artiste. Assigner Barak Laoubé ou Ataraham Barbe. Barak Laoubé Kabahbed dans tous les événements de Safak présents. Barak Laoubé Kabahbed. Et voici nos artistes. Cheikh Jamal. Ça va. أنت ناس طهر مش عم بس تعرف الفهم. ناس طهر ils chantaient pas pour se faire non, c'était dans les copains d'abord. C'était le constat qui décidait. Non, c'était les brasses. Ils chantent pour les copains. Ils grattaient la pierre en même temps que le cap carbone. Ils grattaient le bois. يسوي يدير ساكنين. هذه نجمة إذا بلاتينا أنا ما أعرفش. Finalement lui c'était pour ça, etc. طهر Barazar, c'est le festival de Djoua. Il s'occupait de l'espace.
La part Saïd Jo, elle est là parmi nous. Artiste aussi. Et c'est sa première exposition, bien sûr. Voilà. Et voilà, vous remercie pour la présence à tout comme ça. وهذه هدية من عند الفنان اللي دائما يرافقنا في الاحتفالات والمناسبات، خونا وليد الولاية صادرين مشكور. سنبير سواتاس شراوي يتكال كي وكلا دينو وعلق بشيء غاس ولبا سوال العالية ماشي كان سي لو جيست كي كونت سلبي في سواتاس تفعلم والله جاية صحيت مليح. ميرسي بوكو ميتوسي مدري كان فريمون كانت مازالت وكان يفرح مليح صحيت. ميرسي. Thank you.